بصراحة كده قبل ما اصور الفيديو ده ما كانش ليا نفسي اعمل اي حاجة، كنت زهقانة وكنت لسه جايبة رواية امل بتاعت دكتورة سلوى النقيب، وكنت ناوية اقعد اشرب القهوة او النسكافيه يعني بمعنى اصح، وايه واقعد اقراها وبس، واقعد انتخ في السرير بقى، ما اعملش اي حاجة النهاردة واريح دماغي، بلا فيديو ولا بتاع. يعني هيحصل ايه يعني لو ما نزلتش فيديو ولا حاجة؟ الدنيا شغالة عادي والدنيا ايه ماشية يعني عادي، ايه اللي هيجرى؟ بس اللي هو اصلا يعني عماله بقول لنفسي اللي هو انت اصلا بتعملي ايه؟ وبعد كده هيحصل ايه يعني لو في فيديو في اسبوع ما نزلتيش؟ الدنيا يعني ما هتفضل شغاله. كل الافكار دي بتيجي في دماغي وبتيجي في دماغ كل الناس اللي بتعمل اي حاجه، اللي نفسها تقوم تعمل اي حاجه، اللي هو لا انا النهارده ماليش مزاج، ما عنديش طاقه، لا انا تعبانه هانتخ النهارده، لا اصل انا مكسله، وهكذا. بس على الجانب الاخر، ايه اللي خلاني بقى اقوم واقول لا؟ انا ايه، هسجل وهعمل وهشتغل اديت وهعمل كل اللي انا عايزاه والمفروض ان انا استمر عليه. في بنوته قالت لي عايزه تقضي على التشتت، وايه سر استمراريتك؟ والله انا مش مستمريه ولا حاجه، انا بالعكس انا بيجيلي فترات كتير بنقطع فيها عادي جدا، وكلنا يعني كده. كنت منتظمه في الاول، وبعد كده وقفت فتره ما كانش في انتظام، وبعد كده بقالي فتره هو بحاول ارجع انتظم تاني. فايه هو السر الاستمرارية اللي بيحركني واللي المفروض نعمله عشان يحرك كل واحدة فينا ويخليها تستمر وتكمل بنفس الريتم وتحقق نجاحات اللي هي عايزاها او تعمل اللي هي نفسها فيه؟ من غير بقى كلام كتير، يلا بينا على الفيديو، ومعمل لكم حاجة اشربوها كده وتعالوا ايه اسمعوا معايا. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أهم حاجة بقولها لنفسي وبقولها لكم، إن احنا نعمل جدول لنفسنا، اللي هو انا كنت عارفين لو خلاص ما نزلتش النهارده مش مشكله، بقى انزل الاسبوع الجاي وهكذا، وعارفه وبكلم نفسي برتم اللي هو الكسل ده، اللي هو مش مهم يعني، هو ايه اللي هيجرى يعني، وهكذا. لكن اهم حاجه ان انت تعملي لنفسك جدول وتنتظمي عليه، اللي هو لا انا الاسبوع ده هنزل فيديوهين، الاسبوع ده هنزل 3 فيديوهات، خلاص يعني ده امر، يعني امر لدماغي، ده ديدلاين ولازم يخلص، دي حاجه لازم اعملها. ما فيش بقى ظروف جوابات مش عارفه ايه، طالما مش انا اخترت ان انا اشتغل الشغلانه دي او اعمل الحاجه دي، سواء بقى انا عاملاها للتسليه للافاده يعني لاي حاجه. اي حاجه احنا عايزين نعملها لازم نعمل لها جدول، فاحنا لازم نواظب، هو ده السر في الاستمرارية. طب ازاي نستمر برضو؟ ما احنا برضو مش فاهمين. هقول لكم، انا هطبق المثال ده على مثلا اليوتيوب، بس انتوا ممكن تطبقوه على اي حاجة في حياتكم. خوارزميات اليوتيوب مبنية على انك لازم تنزلي فيديوهات في اوقات معينة، ويكون مدة الفيديو مدة معينة عشان يبتدي يظهر لناس اكتر، يتوجه محتواكي عشان يظهر للجمهور الصح اللي المفروض يتابعه. تمام. اهم حاجه في ان انت تنزلي فيديوهات على اليوتيوب ان انت تواظبي. هو اليوتيوب بيحب النظام، بيحب ان انت مثلا خلاص قررتي ان انت تنزلي فيديوهات 3 ايام في الاسبوع، يبقى تنزلي فيديوهات 3 ايام في الاسبوع، مش اسبوع تنزلي فيديو واسبوع تنزلي 3 فيديوهات واسبوع ترجعي تنزلي فيديو، لا. هو خلاص طالما انت قررتي تعملي حاجه لازم تواظبي عليها فتره قبل ما ترجعي تحاولي ان انت تغيريها. تمام، عشان يعرف ان انت شغاله وان انت شغاله برتم معين وكده. فالمواظبه على الظهور او على الانتاج او على تحقيق اي حاجه دي في كل حاجه، سواء في هوايه انت عايزه تعمليها، سواء في شغل، سواء في دراسه، اي حاجه انت عايزه تعمليها، سواء حاجه انت بتحبيها او حاجه انت مضطره تعمليها مثلا عشان تذاكري، عشان تنجحي، عشان تعملي اي حاجه في حياتك، هي المواظبه هي الحل، هي السر اللي انا بحاول اعمله وبقوله لكم، عشان انا مش مستمريه ولا حاجه، بس انا بحاول استمر. ساعات كمان اللي بيعطلنا وبيوقفنا هو الخوف من النتيجه، يعني اللي هو عملت الفيديو، ما هو كده كده مش هيجيب مشاهدات، ما هو كده كده مش هيتشاف، طب هعمله ليه؟ ما خلاص مش لازم. او طب انا هذاكر اصلا ما فيش وقت ومش هلحق اذاكر، طب كده كده مش هجيب درجات حلوه، طب خلاص هذاكر ليه؟ هي ايه، نفس المبدأ.
اصل الشغلانه دي ما كده كده مش هتتعمل كويس، فخلاص مش لازم اعملها خالص. قليل دائم خير من كثير منقطع. اعملي حاجه قليله كده كل يوم احسن من انت تعملي حاجه كتيره في يوم وتقعدي تريحي اسبوعين ولا شهر. وبعد كده اي حاجه احسن من ما فيش حاجه. اي شيء احسن من لا شيء. بطلوا تعاملوا نفسكم كاطفال. يعني انا بقيت باحاول اتعامل مع نفسي بطريقة مختلفة، اللي هو يالّا يا حبيبتي قومي يالّا خلّصي اللي وراكِ، يالّا يا شاطرة قومي اعملي الواجب اللي وراكِ، يالّا يا حبيبتي قومي اعملي الفيديو اللي وراكِ. لأ، أنتِ تكلمي نفسِك على إنِّك أنتِ واحدة كبيرة، إن ده أنتِ لازم تقومي تخلّصي الفيديو، إن ده أنتِ لازم تقومي تعملي مونتاج، إن ده أنتِ لازم تخلّصي التصاميم على canva، أنتِ لازم تنزّليه، لازم تخلّصيه النهارده. كلمي نفسِك بإيه، بمسؤولية وبحزم كده، تتصرّفي مع نفسِك بحزم عشان تقدري إن أنتِ تستمري. فساعات بنبقى محتاجين نقسى على نفسنا شوية. ما ينفعش كل ما نزهق من حاجة نسيبها وندور على حاجة تانية. زي مثلا ان احنا هنذاكر شوية هنا وهنذاكر شوية هنا. طب هبتدي في المشروع ده، طب لا خلاص هبطله واشوف حاجة تانية. لا، لازم تستمري في الحاجة. يعني مش عارفة، في مثل كده شعبي والله لسه سامعاه الاسبوع اللي فات من يوتيوبر يعني معروف، احمد ابو زيد. كانوا بيقولوا لا تذم ولا تشكر غير بعد سنة وست شهور. يعني ما تفضل استمر على الحاجة سنة وست شهور، وبعد كده ابقى اشوف بقى الحاجة دي كويسة انت هتكمل فيها ولا وحشة انت هتسيبها. يعني دي بيقولك ده المينيمم، ان انت تجرب الحاجة سنة وست شهور في اي مشروع انت بدأته. والله حسيت ان انت بعد المدة دي او بعد اكتر من كده حسيت ان انت مش ماشي فيها، حسيت ان انت الدنيا مش ماشية معاك، خلاص ماشي شوف حاجة تانية اعملها. لكن ما تاخدش قرار غير بعد المدة دي. لا تذم ولا تشكر غير بعد سنة وست اشهر. خد وقتك كده وشوف انت هتعمل ايه، وبعد كده بقى فكر بقى. ادرسي الحاجة وخلصيها واعملي فيها مثلا سنة وست شهور كده. والله لقيتك ماشية فيها وحبيتيها والدنيا تمام، اوكي كملي. لا حسيتي ان الموضوع ده مش بتاعك وان انت لا مش هتقدري فيه، مش هتقدري تكملي فيه ومش هتقدري تعملي فيه، خلاص بطليه شوفي حاجة تانية. الشغف مش دايما موجود. حلاوة البدايات مش هي اللي بتحركك. في البداية الواحد بيبقى متحمس جدا ويبقى الشغف مقطع بعضه وتبقى الدنيا اللي هو الحماسة واخداكي. وبعد كده بقى خلاص بتزهقي وبتتعودي وبيجي عليكي وقت مش عايزة تعملي اي حاجة، وده اللي حصل معايا وبيحصل معانا كلنا. مش دايما تخلي ان شغفك وحماسك هو اللي بيحركك. لا، خلي التزامك وهدفك ان انت تخلص اللي وراك النهارده. انت ملزم ان انت تخلص النهارده التاسك ده، يبقى هتعمله النهارده. خلاص كده هو ده اللي يحركك، التزامك وان انت يبقى عندك ديدلاين. خلاص الموضوع ده لازم يخلص، يبقى خلاص لازم يخلص. مش الشغف والحماس خاصة للناس اللي بتشتغل لوحدها او بتشتغل فريلانس او بتشتغل مع نفسها. النجاح رحلة مش محطة. مفيش حد بينجح من يوم وليلة. فدوري مثلا على انجح حد في المجال اللي انتي بتعمليه وشوفي هو بيعمل ايه وحاولي تقلديه. يعني مثلا لو انتي شغالة على اليوتيوب، عايزة تعملي قناة على اليوتيوب، شوفي حد بيعمل نفس المحتوى اللي انتي بتعمليه وشوفي هو بيعمل ايه، بينزل كام فيديو في الاسبوع. في واحد كان بيقول ان هو عمل 100 فيديو عشان بس يجيب 100 مشترك، ودلوقتي بقى عنده ملايين من المتابعين. فمفيش حد بينجح بالحظ، هو بالاستمرارية والمواظبة، ومش بالحماس، لأ بالاستمرار بس، وان انتي تدبسي نفسك. الشغل وراء الكواليس. اي حد اشتهر ونجح بيكون اشتغل كتير جدا، والناس بتفتكر ان هو بالحظ او دي جت معاه بالصدفة. لا، هو اشتغل ووقع ورجع اشتغل تاني ووقع وجات له فترة من الركود ورجع عمل كده وهكذا. فهو مش شغال زي القطر طول الوقت، لا، بيشتغل شوية وبيقع شوية بس. ففي حاجات كتير قوي بتحصل ورا الكواليس محدش يعرف عنها حاجة. فما تحكموش على الناس من المظهر. فالاستمرارية هي الأساس. الاستمرارية يعني انت تواظبي على روتين معين سواء في شغلك أو في دراستك، في المحتوى اللي انت عايزة تعمليه، في أي هدف في حياتك، حتى في الهواية اللي انت عايزة تعمليها. فحافظي على الاستمرارية بتاعتك وواظبي عليها، وما تحاوليش ان انت تقطعي سلسلة الاستمرار. يعني خلاص انت قررتي ان انت هتنزلي 3 فيديوهات في الاسبوع، حاولي ان انت تواظبي على السلسلة دي. يعني انا قمت وسجلت النهاردة عشان عايزة ارجع اواظب على 3 فيديوهات في الاسبوع، ومش عايزة اتخاذل مع نفسي وابقى صغيرة قدام نفسي واقطع الاستمرارية دي. فالدافع لو استمريتي على حاجة لفترة معينة
فترة كويسة، خلي ده يكون دافع ليكي ان انتي تستمري اكتر. يعني انتي لو استمريتي على الجيم شهر، خلي ده يكون دافع ليكي ان انتي تكملي على طول. مش هينفع ان انتي توقفي، لا انا حافظت على الاستمرارية وبقالي شهر بروح وبقالي شهر منتظمة، يبقى انا لازم اكمل. زي برضو بحاول اتحرك واعمل 10,000 خطوة في اليوم، خلاص يعني اما يوم ابقى تعبانة ومتخاذلة اعمل 8,000 مثلا، ببقى غصب على نفسي، فاهماني؟ هتلاقيني ايه، يوم تخاذلت عملت 8، يوم ظبطت عملت 11 وهكذا، فاهماني؟ بحاول ايه اعوض في الايام اللي بعد كده. فحاولي ان انت تستمري وتعملي لنفسك جدول، وما تقطعيش السلسلة وتوقفي مرة واحدة. فمحتاجين نبطل نتعامل نفسنا كأطفال، احنا كبار. ما تقوليش بقى انا تعملي زي بنت، انا زهقانه، انا مش قادره اعمل، انا لا، انت مش طفله، انت ست كبيره او بنت كبيره وعاقله. وما تقوليش كده وما تعامليش مع نفسك على انك بيبي صغيره، لا، قومي واعملي وخلصي اللي وراكي. في النهايه الواحد بيبقى محتاج يقف مع نفسه وقفه صادقه وصارمه عشان يقدر يقوم ويتحرك ويعمل اللي المفروض يعمله. ابعتوا الفيديو ده لأي حد مش عارف يستمر على حاجة. وانا عملت فيديو عن التشتت برضو، كنتوا انتوا طلبتوا مني احط لكم تحت في الديسكريبشن، فادي فيديو التشتت وادي فيديو الاستمرارية. وبس، واحكوا لي قصصكم مع الاستمرارية وازاي بتقدروا تحافظوا عليها عشان كلنا نستفيد من الخطوات. بس واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ويكونوا استفدتوا منه، ومتنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.